هذا ودعت جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة أنصارها للتظاهر على نطاق واسع يوم الاثنين المقبل، حين تبدأ محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل متظاهرين. يأتي هذا بينما تقترب السلطات على ما يبدو من اختيار معهد أمناء الشرطة في طرة مقر للمحاكمة المرتقبة. بعد أسبوع سيقف رئيس آخر لمصر في قفص حديدي متهما بقتل محتجين. محمد مرسي الذي كان أول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة 25 من يناير، قبل أن يعزل إثر مظاهرات عارمة في الذكرى الأولى لتنصيبه، هو الآن يستعد للظهور في قفص لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي آوى غير بعيد حسني مبارك. هل هيتم محاكمة متهم غيابي ولا هيعتمدوا على المحامين؟ محاكمة مرسي لازم تكون واجبة، يعني هو معادها دلوقتي ولازم يتحاكم. الراجل ارتكب جرائم، يتحاكم ولا يتساب بس. كان نظام مبارك كان فيه ظلم وكان فيه استبداد كتير وكان الناس تعبت، فجه رئيس منتخب انتخبوا الشعب مرسي، وبعد كده حصل زي انفلات في الشارع في الآراء وكل حاجة، فبعد كده في اختلاف في الحكم. مرسي الذي أوصلته جماعة الإخوان المسلمين للسلطة وربما كانت السبب في تحول المصريين ضده بعد عام واحد في الحكم، سيمثل أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل، وتهمته قتل متظاهرين محتجين أمام قصر الرئاسة في ديسمبر الماضي في يوم موقعة الاتحادية. يومها قتل 7 أشخاص وزعم هذا الطرف وذاك أنهم منه، لكن أمام القضاء سيتحمل الرئيس السابق مسؤوليته كحاكم قتل أفراد من شعبه على بوابة قصره دون أن يحرك ساكنة. بل إن مرسي متهم باستدعاء أعضاء من الإخوان لقتل المعارضين غداة مظاهرات كبيرة أمام القصر في 5 من ديسمبر. محاكمة مرسي ومعه قيادات بارزة من مكتب إرشاد الجماعة ستتم على الأرجح في معهد أمناء الشرطة بطرة، بعد مفاضلة مع أكاديمية الشرطة المنشغلة بإعادة محاكمة مبارك. لكن أيا كان مقر المحاكمة، فإن مرسي سيظهر للعيان للمرة الأولى منذ يوم عزله في 3 من يوليو، في مشهد تخشى السلطات أن يتحول لشغب واسع النطاق في ظل تهديدات الإخوان بالتظاهر اعتراضا.